السلام عليكم، اهلا بيكم في مطبخي. زي ما اتعودت معاكم ان انا دايما بحب اعمل الاكلات او الوصفات السهله والبسيطه. انا موظفه فعايزه حاجه تنجز معايا، وفي نفس الوقت عايزه حاجه برضو يكون طعمها لذيذ، مش اي غدوه وخلاص. النهارده هنعمل احلى دجاج، هتدوقوه ان شاء الله. دجاج تكه، بس هنعمله في الاير فراير او في الفرن. ممكن تعملوه في الفرن لو ما عندكمش اير فراير. انا هعمله في الاير فراير، وحرفيا مش هياخد اكتر من نص ساعه. هنعمل جنبه شويه رز كده وشويه مخللات. طبق متكامل كامل العناصر الغذائية، مش هياخد مننا غير نص ساعة، وبتكلفة أقل لو جبناه من بره. ما شاء الله، والطعم حلو، وأكيد التوابل والبهارات بتاعته كلها موجودة في بيوتنا. مش هنخترع حاجات غريبة. يلا بينا نبدأ. عندي هنا التتبيلة عبارة عن ليمون، عصير ليمون. أنا ده كان ليمون قضية، حطيت نص واحدة، يعني ممكن نحط واحدة كبيرة من الليمون البلدي بتاعنا. بشر الليمونة. مكعب توم صغير، حسب انا هعمل كيلو من من صدور الدجاج. معلقه بابريكا، نص معلقه كمون. شويه شطه صغيرين، اللي بيحب سبايسي يكتر. نص معلقه كزبره. فلفل اسود. زنجبيل بودر او فريش اللي موجود، كركم. اهم حاجه بقى في الموضوع كله الزبادي. حطيت علبه زبادي لاني زي ما قلت لكم انا هعمل كيلو من صدور الدجاج. ما ننساش الزيت، طبعا زيت نباتي او زيت ذره. تمام. الملح طبعا حسب التذوق بتاعنا. ونقلب الخليط ده كله، نخلطه كله مع بعضه. عايزين تحطوا صلصه حطوا صلصه. خلاص. بس هو اللون ممكن نزود، انا زودت شويه بابريكا عشان تديني لون احمر. هو كمان الاضاءه مديها لون فاتح، بس هي لونها كان احمر. ده صدور الدجاج. انا المفروض يتقطع مكعبات تخينه، الصدر كامل. لكن الفرارجي اداني الفراخ متقطعه فيليه كده. وقطعتها برضو شرايح بس سميكه شويه. احطها على الخلطه وادعكها كويس مع بعضها. ويستحسن ان احنا نسيبها ساعه، من ساعه لساعتين في في التتبيله. زي ما قلت لكم هعملها في الاير فراير. حطيت شويه زيت في الاير فراير كده، مش في الحله. وانزل عليهم بالفراخ. مش كتير لان احنا حاطين زيت يعني على على الخلطه، بس عشان ما تلزقش مننا. انزل بالفراخ كلها واسوي السطح بتاعها. وادخلها الاير فراير. هتاخد تقريبا 30 دقيقه. في نص المده قلبتها، وبعد كده ما قلبتهاش تاني لحد ما ادتني اللون الحلو ده واستوت. وكانت ريحتها فظيعه بجد، قلبت المطبخ. حلو قوي. كان عندي بقى رز ابيض. احنا لو ما عندناش رز ابيض هنعمل رز. عملت رز بالخضار. كان عندي بسله وجزر وفاصوليا خليط كده. عملت بصلايه في حته زبده ونزلت عليها بالخضار. وبعد كده نزلت بالرز كلهم مع بعض. تمام. قدمتهم، حطيت شويه رز طبعا. قدموها زي ما انتوا عايزين. انا قدمتها زي مع رز. عايزين تعملوها في السندوتشات هتبقى تحفه ولذيذه. على فكره التتبيله دي تنفع في الفرخه الكبه. جربوا الوصفه الحلوه دي، ان شاء الله تعجبكم وهتعجب الاولاد. وصفه سريعه وسهله جدا ومخدتش وقت. انا حرفيا مخدتش وقت، انا كنت جاي من الشغل وما كانش عندي اكل خالص. عملتها واتغدينا وما شاء الله كانت روعه. ان شاء الله تجربوها. وان شاء الله اتمنى تشوفوا الفيديو للاخر. واتمنى تعملوا لي لايك وشير واشتراك في القناه اللي ما اشتركش في القناه. واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.